خليني أسألك سؤال صعب. أنت بتثق في نفسك مش كده؟ بتقول أنا عارف نفسي كويس، بتحس إن حكمك على الأمور صح. طيب، فكر في آخر مرة اتخضيت من حاجة حصلت، آخر مرة اتخانقت مع حد وبعدين اكتشفت إنك كنت غلطان، آخر مرة كنت متأكد من حاجة وطلعت عكسها. أنت مش عارف نفسك زي ما أنت فاكر، وده مش عيب، دي حقيقة علمية. الدماغ البشرية مش آلة حقيقية، هي آلة للبقاء. يعني إيه؟ يعني دماغك مش شغلتها تقول الحقيقة، شغلتها تحميك. لما بتتكلم مع حد ويقولك حاجة مؤلمة، دماغك على طول بيدور على سبب يخليك انت صح وهو غلط. لما بتفشل في حاجة، دماغك بيلاقي لك أعذار تحميك من الإحساس بالفشل. لما بتخاف تجرب حاجة جديدة، دماغك بيقولك ده مش وقته أو انت مش مستعد. دماغك بتحبك لكن بتكذب عليك. في جندي ياباني في الحرب العالمية التانية بعت في غابة في الفلبين. الحرب خلصت سنة 1945، بس محدش وصله الخبر. الراجل فضل في الغابة يحارب لمدة 30 سنة لحد 1974. الناس كانت بتيجي تقول الحرب خلصت، هو كان بيقول ده كذب. الناس كانت بتحط له جرايد وأخبار، هو كان بيقول دي مزورة. ليه؟ لأن دماغه كانت مصممة على فكرة واحدة، وأي حاجة كانت بتعارض الفكرة دي على طول كان بيرفضها. انت وانا بنعمل نفس الحاجة كل يوم، مش في غابة لكن في حياتنا. كل واحد فينا عنده قصة بيحكيها لنفسه عن نفسه، والمشكلة اننا بنحمي القصة دي اكتر ما بنحمي الحقيقة. ايه القصة بتاعتك؟ زي انا انسان والناس مش بتفهمني، انا بحاول بس الظروف ضدي، انا احسن من كده بس الحظ معرفنيش. القصص دي في منها كتير، لكن في جزء تاني انت بنيته عشان تحمي نفسك، وطول ما انت بتحمي القصة مش هتقدر تتغير. لازم تبقى مستعد انك تكون غلط، مش بس في الامور الصغيرة، في حاجات اساسية عن نفسك. انك ممكن تكون انت سبب المشكلة، ان قصتك عن نفسك ممكن تكون مش دقيقة، ان الحاجات اللي بتؤمن بيها عن نفسك ممكن تكون بتحبسك. لكن في اللحظة اللي بتقدر تقول فيها انا ممكن اكون غلط، بتفتح لك باب انت ما كنتش شايفه اصلا. اليقين هو عدو النمو. الناس اللي واثقة في نفسها بنسبة 100%، دي مش علامة قوة، دي علامة إن الواحد بطل يفكر. الناس اللي بتنمو فعلا دايما عندها سؤال في دماغها، أنا ممكن أكون غلط في إيه دلوقتي؟ مش عشان يشككوا في نفسهم ويبقوا ضعفة، لأ، عشان يفضلوا منفتحين على حقيقة أكبر. خليني أديك حاجة تعملها النهاردة. فكر في حاجة واحدة بس، حاجة في حياتك مش ماشية كويس، علاقة، شغل، أي حاجة. والسؤال اللي هتسأله لنفسك، لو أنا كنت سبب المشكلة دي هيبقى إزاي؟ مش عشان تعاقب نفسك، عشان تشوف حاجة ممكن تكون معمية عنك. اللحظة دي هي بداية التغيير الحقيقي.